رقم 3، يا مصري افخر بمصريتك. يا مصر أنت مهد الحضارة. يا مصرنا حماك الله. نوع المنادى على الترتيب، طبعا انت شايف هنا في 3 أمثلة في يا أداة نداء، ومصر مصري في المثال الأول منادى، ومصر في المثال الثاني منادى، ومصر برضو في المثال الثالث منادى. انت شايف الاختيارات قدامك. تعالى بقى نفكر مع بعض. انت ممكن تبدأ بالسهل بالنسبة لك. السهل بالنسبة لك دلوقتي المثال الثاني اللي هو يا مصر أنت مهد الحضارة. نوع المنادى هنا ايه؟ برافو عليك، علم مفرد. علم ايه؟ مفرد، ودي موجودة في كل الأمثلة. الرقم 2 علم مفرد عشان عارف ان هي سهلة بالنسبة لك. طيب نمسك يا مصري ويا مصرنا، نمسك الأخيرة. تعالوا نخلينا في الأخيرة. مصرنا هنا النادي نال فاعلين، دي من الضمائر المتصلة، وطبعا انت عارف ان اي ضمير متصل يتصل باسم بتعربه ايه؟ اي ضمير يتصل باسم بنعربه مضاف اليه. يعني نال فاعلين دي مضاف اليه، يبقى طبعا المضاف اليه بيسبقه مضاف، يبقى مصر منادى مضاف. نيجي بقى للمثال الاول، يا مصري. هنا مصري عبارة عن مصر، والياء دي اسمها ياء النسب. ياء النسب ما هياش بقى يعني منصوبة بالياء، وزي كلمة مثلا مش زي كلمة مصريين. أنا كلمة مصريين ممكن لو أنا حذفت منها النون مصريي الأمة، لكن دي مش كده فما تغلطش. هنا الياء دي ياء النسب عادي جدا، يبقى مصري. هنا طبعا المنادى نوعه ايه؟ برافو عليك، نكرة مقصودة. نكرة مقصودة. انت شايف الفاصلة جت بعد كلمة مصري، يعني هنا المنادى كلمة واحدة وشكلها مرفوع اهي. ما قالش يا مصريا، لو قال يا مصريا كانت تبقى نكرة غير مقصودة، انما هنا نكرة مقصودة. يبقى هناخد الاختيار اللي فيه نكرة مقصودة علم مفرد منادى مضاف. فين بقى الاختيار ده؟ رقم كام؟ انا الاول بفكر واعرب مع نفسي، وبعد كده اشوف الاختيارات. انا يعني ده يناسبني انا وبحل، واعتقد انه يناسبك انت كمان. يبقى هناخد الاختيار رقم ب، نكرة مقصودة علم مفرد مضاف.